ما في داعي تقولوا لي مطلوب راسك ونحن حننزل نصفيكي. أنا بالشام واللي بده يخلص داره يتفضل. أمل عرفة فنانة سورية دايما كانت بين نارين، الكل كان يهاجمها والكل كان ينتظر منها موقف. لازم يكون في معارض لحتى يكون في موالي. بعد سقوط النظام رجعوا الناس يتداولوا فيديو لأمل عرفة من 2019، وهذا المشهد كان بالنسبة لكثير من الناس وتحديدا السوريين هو سخرية من الأطفال والهجمات الكيماوية بأنها مفبركة بحسب المشهد. لوحة لم تكن مكتوبة مثل ما صارت، ما كان الورق مكتمل، حتى اللوحة فاشلة وأنا كنت شايفتها فاشلة، وأنا الوحيدة اللي نزلت اعتذار. وبالفعل وقتها أمل عرفة اعتذرت وقتها، بس الاعتذار ما كان كافي للجهتين لأنه تم إلغاء عرض لقاء لإلها على إذاعة سورية، والضغط اللي تعرضت له أمل عرفة بهديك الفترة خلاها تعتزل بعد أيام أو شهر تقريبا. ما عندي آراء سياسية وبكره السياسة وما بفهم فيها. وكلمة حق تقال، أمل عرفة عملت كتير أشياء ما حدا كان قادر يعملها بفترة النظام. تخيلوا إنها عزت بوفاة ميس كاف المعارضة الشرسة الأولى، وباركت لأصالة ب2020 على ألبومها الجديد واللي هي بتعتبر من المعارضة وممنوع أي حدا يحكي عنها. والمتابعين قالوا لها بس هي معارضة، لترد عليهم هي معارضة بس بنت بلدي. تسقط السياسة أمام نقطة دم سورية عم تنزل من أصغر قدم طفل سوري.